انا اللي اتكلم كويس؟ هو انت مش شايفه طريقتك معايا؟ معلش، هرمونات بقى، هنعمل ايه؟ اصل انا كنت ناقصه موضوع الحمل ده. انا لسه صغيره وما عشتش حياتي. مش كفايه ان انا اللي بالحمل والولاده دي هتربط في البيت، وانت هتكمل بقى وهتعيش حياتك بالطول والعرض. والله انا بفكر اصلا اشوف حل للموضوع ده. تشوف حل للموضوع ده؟ ده الكلام اللي جت وقالته لي مراتي من قبل حتى ما تتأكد إن في حمل أصلا ولا لأ. أيوة يا جماعة، هي كلها كانت لسه شكوك. ردها بصراحة كان صادم بالنسبة لي، خلاني أعيد ترتيب أوراقي كلها علشان ولا أظلم ولا أتظلم، وعلشان نعرف كل الحكاية بينا نحكيها من أولها والبداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا حازم متجوز رضوى من حوالي 5 شهور، ولسه يعني عرسان جداد. بس تقريبا بقى رضوى ما شافتش 2 متجوزين غير في المسلسلات التركي. ايوه يا جماعه، مسلسلات تركي بجد هي عايشاها في خيالها، واخده فكره سطحيه جدا عن الجواز، مش عارف مين موصلها لها وقايلها لها. وفي يوم يا جماعه كنا قاعدين، لقيتها قامت قاست طقم جديد وبتقولي: ها، ايه رايك بقى يا حازم؟ حلو قوي يا حبيبتي، مبروك عليكي. حلو يا حبيبتي وبس؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. هو المفروض اقول ايه يعني؟ في حاجه جديده نزلت انا معرفهاش؟ في. تقولي حلو، جميل، ايه القمر ده، تحفه عليكي، يجنن، هياكل منك حته كده يعني؟ مش كلمه ورد غطاها؟ كل ده ليه يا رضوى يعني؟ عموما يا ستي كفايه ان عيني شايفاكي حلوه وزي القمر. لا، هو انا بقولك انه بالنسبه لي مش كفايه. انا بحب اسمع كلام كتير حلو، وانا اكيد عاوزه اقول برضه، وفعلا بقولك كلام كتير حلو. بس يعني انت مالك مقفوره قوي كده؟ وبعدين يعني كبري مخك شويه، كل واحد بيدي اعجابه بطريقته، مش بالطريقه اللي الناس بتحبها. وانا عموما ما قلتلكيش اي حاجه، ده انا قلتلك حلو قوي. ما كانش يعجبها كلامي، وقيسوا على كده بقى كل حاجه. يعني مثلا في يوم عملت اكل اول مره هي تعمله، وده اللي حصل. تسلم ايدك يا حبيبتي. الف هنا، بس شكله مش عاجبك. ليه مش عاجبني؟ بالعكس، ده حلو جدا ومظبوط قوي. امال ما قلتليش يعني؟ ما قلتش ايه؟ ما انا قلتلك اهو تسلم ايديك يا حبيبتي. ايه تاني بس يتقال؟ تشجعني يا حازم، ما بتدخلش المطبخ اصلا. هي عندهم شغاله، هي بيطلبوا دليفري. يا حبيبتي ما انا باكل وبنفس مفتوحه اهو، وكمان مبتسم، وقلت تسلم ايديكي. بقولك ايه يا رضوى، انا مش همشي على كتالوج. انت تحطيهولي وتقولي لي اعمل كذا اقولك حاضر. كتالوج؟ لا لا، صح، عندك حق. كل يا حازم، كل كل قبل ما الاكل ما يبرد. هو انت بتتكلمي كده ليه؟ كلامك كله تريقه. بص يا رضوى، الوضع كده مش عاجبني خالص، اسلوبك ده انا مش قابله. انا اكلت، شكرا، الحمد لله. وقلبت بخناقه كالعاده. تقولوا لي ليه؟ علشان ايه؟ اقول لكم معرفش. هي عاوزه حياه زي اللي بتشوفها في التلفزيون، مخدات من ريش نعام، نحدفها على بعض وريشها يطير حوالينا. بس الواقع مش كده، ولا دي حياتنا فيه. انا ربنا العالم بتقي ربنا فيها قد ايه، وبسمعها كلام حلو على قد ما اقدر واكتر قد ايه، طبعا لان هو ده اصلا حقها. بس ولا حاجه عجباها. هي عاوزاني 24 ساعه ببجل فيها، وفي اكلها وفي شكلها وفي كل حاجه، اغازلها في الرايحه والجايه. مين بس بيعمل كده؟ وخصوصا في ايامنا دي، الضغط علينا فيها من كل ناحيه زي ما انتم عارفين. وفي يوم رجعت من الشغل ولقيتها نايمه، وده اللي حصل وقتها ما بينا. مالك يا رضوى، انت كويسه؟ الحمد لله. ليه بتقول كده ليه؟ يعني مش عوايدك انك تنامي في الوقت ده،
وبقالي كام يوم برجع الاقيكي نايمه، فبسأل يعني لا تكوني تعبانه ولا حاجه. لا مش تعبانه، بس حاسه اني عاوزه انام كتير، مش عارفه ليه. يمكن يكون حمل ده يا حبيبتي. انا بسمع بيتقال كده، الست لما تبقى حامل بتنام كتير. لا لا لا، ما اعتقدش. ليه يعني؟ مش هو من اعراضه النوم الكتير في الاول؟ طب تعالي نعمل تحاليل ونطمن. لا مش عاوزه اتشك، هو انا اصلا الاورده بتاعتي ضعيفه، هيبان يا حازم، لو في حاجه هنعرف وهيبان. هو انت ليه يا رضوى بتستخفي من الموضوع قوي كده؟ المفروض ان الموضوع مهم وفرحه كبيره بالنسبه لنا. اه طبعا، هو انت اللي هتحمل؟ انت يا دوبك هيتقالك كلمه بابا، لكن انا بقى اللي هتخن وجسمي هيبوظ ومش هعرف انام بالليل وعينيا هتبقى شبه الباندا. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى السطحيه في الموضوع ده. خلاص يا ستي، خليكي براحتك، ما تعمليش التحليل علشان ما تتشكيش. سبتها وقمت علشان ما اعملش مشكله، لان طريقتها بصراحه منرفزاني قوي، دلع زياده عن اللزوم. وفي يوم كنت باخدها من عند مامتها، وبصراحه يا جماعه استغلت الفرصه لما دخلت اوضتها عشان تجيب شويه حاجات، وساعتها اتكلمت مع مامتها وباباها وحكيت لهم عن طبعها وطريقتها السطحيه اللي بتنرفزني قوي دي، وقد ايه هي عايشه في عالم تاني. وكان ردهم عليا بقى: معلش يا حازم، رضوى يا ابني لسه صغيره وبتدلع عليك شويه، امال تدلع على مين؟ انا ما عنديش اي مشكله في كده يا طنط، بس هي بالنسبه لها الجواز ده مش مسؤوليه تماما، على اقل حاجه بتعمل معايا مشكله، محسساني ان احنا لازم طول الوقت نقعد نحب في بعض وبس. الدنيا والحياه فيها حاجات تانية كتيره من ده على ده، ولا ايه يا عمي؟ ايوه يا ابني انا فاهم طبعا، بس الستات كده بيحبوا يسمعوا كلام حلو من وقت للتاني. صح يا عمي، كلامك صح، من وقت للتاني، مش طول الوقت وطول اليوم، ولو ما عملتش كده تتقلب خناقه ومشكله. مين بس عايش العيشه دي غير في المسلسلات وبس؟ اهدى بس يا حازم يا ابني، بكره تفهموا من بعض وتبداوا تطبقوا على بعض وتحفظوا بعض كويس. هي اول سنه في الجواز يا ابني بيكون فيها شد وجذب كده كتير، بس احنا ايه بقى، نعقل كده ونصبر، نقرب المسافات، ربنا يهدي سركم يا حبيبي. المهم ان بعد القعده دي مفيش ولا حد فيهم مغلطها ولا يقعد حتى يفهمها بالراحه تعمل ايه. كل اللي شايفينه انها مراتك وبتدلع عليك، وده حقها. وانا حقي فين؟ محدش اتكلم فيه ليه؟ واحنا مروحين بقى، ده اللي حصل ما بينا. خلي بالك يا حازم من المطبات وانت سايق، علشان يعني لو في حمل. تمام حاضر. قوليلي، هو لسه برضو مش عاوزة تعملي التحليل؟ طيب نطمن حتى علشان نعرف نتعامل ازاي. حاضر يا حازم، حاضر، نعمل التحليل. وعملنا التحليل، والمفاجأة بقى انه طلع سلبي، وساعتها قالت لي نعيده بعد يومين، يمكن يكون ظهر. هو انت ازاي متأكدة قوي كده والتحليل طلع سلبي اهو؟ عادي، ساعات بيكون في حمل وبيظهر متأخر. وسكت وقلت ممكن، ليه لأ، بس في اليومين دول بقى طريقتها اتغيرت قوي معايا، عوجان زيادة عن اللزوم قوي عن الأول كمان بكتير، وأكلمها ما تردش عليا أساسا. وساعتها قلت لها: هو أنت يا بنتي شايلة موبايل ليه طالما ما بترديش عليا أصلا؟ اتكلم بالراحة يا حازم، ما تزعقش، ايه المشكلة يعني إني ما ردش عليك؟ كنت نايمة. أنا اللي اتكلم كويس، هو أنت مش شايفة طريقتك معايا يا رضوى؟ معلش، هرمونات بقى، كنت ناقصة أنا موضوع الحمل ده، أنا لسه صغيرة وما عشتش حياتي، مش كفاية إن أنا اللي بالحمل والولادة دي هتربط في البيت، وإنت هتعيش حياتك بالطول والعرض هتعيشها. والله أنا أصلا بفكر أشوف حل للموضوع ده. تشوفي حمل للموضوع ده؟ هو أنت كل اللي أنت عاملاه ده وإحنا لسه مش متأكدين أصلا إذا كان في حمل ولا لأ؟ حرام عليكي بقى، ده حتى قالوا لسانك حصانك، قدرت تنطقيها؟ قال تشوفي حل للموضوع ده؟ قال ده في غيرنا دعوتهم ليل نهار ربنا يكرمهم بالذرية الصالحة،
وانت من قبل ما تتأكدي عاوزة تشوفي حل؟ يا ساتر عليكي، يا ساتر، ربنا يستر يا شيخة. طب اعمل حسابك بقى ان اول 3 شهور دول انت اللي هتنظف البيت وهتغسل المواعين وتطبخ كمان، انا مش هتحرك من مكاني. وبعد ما يعدوا بقى اللي هقدر عليه هبقى اعمله، واللي مش هقدر عادي ان شاء الله ما اتعمل. اللي عاوز عيال يشيل بقى، يتحمل. طبعا أسوأ استغلال للموقف. وعدوا اليومين وعملنا التحليل تاني وبرضه طلع سلبي. بعدها بقى بدأت تجر معايا ناعم بعد ما كانت بتتنطط عليا زي ما شفته دلوقتي كده. وساعتها قالت لي: هو انت زعلان يا حازم؟ بالعكس، هزعل ليه؟ انا شايف ان ده الانسب لينا دلوقتي، احنا مش جاهزين خالص للموضوع ده. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني انت عاوزه تعيشي حياتك وانا عاوز زوجه وام لاولادي تراعيني وتراعي بيتها، ويبقى ده اول اولوياتها، وتعرف ازاي تخلي البيت ده هادي وسعيد في امان وموده ورحمه. انت بقى هتعرفي تعملي كده؟ ايد لوحدها ما بتسقفش يا رضوى. ما ينفعش طرف يحافظ على هدوء البيت وسعادته والتاني يتفرج عليه. يا سلام، ولما انت شايف بقى اني مش هقدر اعمل كده اتجوزتني ليه يا استاذ حازم؟ انا سألتك السؤال علشان عاوز اجابتك عليه، مش علشان تردي عليا بسؤال. بس عامة الرد وصل خلاص يا رضوى. انا ما بقتش فاهماك، مش فاهماك على فكرة. وبعدين يعني هو انت مش كنت قايل لي هنخرج اول الشهر؟ ادينا اهو النهارده 3 وما رتبناش اي حاجة. عايز اعرف هتخرجني امتى وهتوديني فين؟ حسيت هنا ان انا في وادي وهي في وادي تاني خالص. بس عشان اكون عملت كل اللي عليا معاها للنهاية اتكلمت تاني مع باباها وقلت له: عمي لو سمحت، انا ما بقتش مرتاح ابدا في حياتي. انا في وادي ورضوى في وادي تاني خالص. لازم نصايح منكم كده، لازم تفهموها معنى الجواز ومسؤوليته، وان كتر الدلع ده عمال على بطال هيبعد ما بيننا. انا لو عليا اتكلمت معاها كتير، بس هي فاهمه الموضوع غلط خالص. يعني ايه يعني ما بقتش مرتاح يا حازم؟ افهم من كده ايه بالظبط؟ سكت، قفلت معاه في الكلام وسكت. ما بقتش عارف اتناقش معاه اصلا. بس ساعتها بقى اخدت القرار اللي لو حتى هيوجعني دلوقتي فهو هيجنبني وجع اكبر في المستقبل. ولما رحت الرضوى قلت لها: اسمعي يا بنت الحلال، انت عاوزه تعيشي حياتك بطريقه معينه، انا مش هقدر احققها لك. انت شايفه الجواز بصوره مش موجوده على ارض الواقع اصلا، ومن قبل ما تتاكدي انك حامل ولا لا وانت بتتعوجي عليا وبتستغلي الموضوع. انا يا رضوى مش هقدر اكمل، وحقوقك كلها هتاخديها كامله. اتمنى لك من كل قلبي حد يحقق احلامك. سكتت، ما نطقتش بولا كلمه، واخدت بعضها وراحت لباباها. وعلى فكره فعلا حصل الطلاق، تم بمنتهى الهدوء. هي وهم تقريبا حسوا ان الموضوع كبير قوي عليها. الحياه مشاركه ومسؤوليه كبيره على الطرفين. لو واحد فيهم شايف ان هو داخل علاقه زوجيه علشان بس يتدلع ويتنطط على شريكه، يتاكد ان كل اللي بيعمله ده عكس مصلحته. ساعات كتير بنفضل نحاول علشان الحياه الزوجيه تكمل، بس في اوقات الموضوع ده بيبقى زي الزراعه في ارض بور، عمرها ما هتدينا اي نتيجه. فهنا بقى لازم نبقى اشجع من اي خوف للخساره، وناخد القرار بدل ما يبقى بعدها طلاق باولاد لا قدر الله يدفعوا هم ثمن المحاولات الفاشله دي لاهاليهم، وتبقى الخساره ساعتها اكبر. ولو وصلتوا لنهايه حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك